عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. اليوم غادي نحضر واحد الكيكه اقتصاديه كتجي بنينه وهشيشه. غادي نحتاجو فيها 4 بيضات، بيض كامله يعني بالصفر والبيض ديالها. البيض يكون بدرجه حراره الغرفه، يعني احسن يكون ما ندخلوش الثلاجه. وحتى الا كان عندنا دجاجه في الثلاجه بحال غتصايبيها في العشيه، جبديه الصباح خليه في الكوزينه حتى ياخذ درجه حراره الغرفه باش يجي معك، باش تجيك الكيكه مزيانه تطلع لك. غادي نحتاجو كاس ديال العنبه ديال سنيده، وغادي نحتاجو وغادي ندير فانيليا، وغادي نخدم غادي نديرهم نطربهم سواء بالطراب سواء باللي عنده العجانه يركب الراس ديال الطراب ويخلطهم. وغادي ندير واحد قريصه ديال الملحه باش يتقادوا مع السكر تزال الاذواق. غادي نطربهم هنايا مزيان حتى شويه يطلع داك البيض واحد شي شويه. وهنا بدا كيطلع ليا البيض، راك شفتو بدا كيبيض. غادي ناخدو دانون ديال الفاني اولا دانون اللي بغيتو نتوما د البنان، احسن يكون ديال الفاني كيتواتى مع كيجي زوين في الكيكه. هنا غندير كاس مع مرش ديال الحليب اختياري، اللي بغى يزيدو اللي ما بغاش تزيدو تقدر تزيد عليه عصير حامضه اولا تعصر عليه شويه الليمون، اختياري اضافات. هذا حتى هو اختياري. انا كان عندي داك البودينغ بحال الفلون، درت منه 2 معالق بودينغ ديال الكراميل. بغيتي ديريه ما بغيتيش ديريه خلاص، راك درتي الفاني كيعطيك ديك النسمه د الفاني مع دانون د الفاني. تقدري تزيدي غير شويه الحامض. هنا غادي نديرو الكاس اللي عبرنا به الحليب هو اللي غادي نعبرو به الزيت، وكنخليو لا ماشين خدامه باش الكيكه ما تهبطش لينا. مازال كنطربو كنبقاو نضيفو الزيت بشويه بشويه بحال كنطلعو مايونيز باش تجينا طالعه. صافي هنا من بعد ما خلطت المقادير ديالي غادي كنت بشرت هنايا حامضه صغيره. خديت غير داك الصفر، هذاك الصفر اللي كيكون القشره الصفراء الفوقانيه، ما نوصلوش حتى للبيضه. كنزيدوه على الخليط
صافي هنا غنبداو اضافه الطحين على حسب الخليط. تبقاي تضيفي الطحين وتضربي، وتزيدي تضيفي الطحين وتضربي حتى كتحصلي على خليط ما يكونش ثقيل وما يكونش خفيف. غنشوفي معايا ملي غنكمل الطحين، حيت كل طحين على حساب. كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش الماء، كاين اللي كيشرب الماء دغيا تصدقي زايده العبار. المهم مع عينك ميزانك ما يكونش خفيف بزاف باش ما تهبطش كيكه، وما يجيش ثقيل باش ما تدقسش لينا كيكه. بطبيعه الحال غادي نزيدو الخماره. انا هنا غنضيف 2 ديال الخمارات ديال الحلوى. جوج ديال الخمارات. الخل الابيض حتى هو كيساهم في ان الكيكه كتجي طالعه مزيان، كتجي مزيانه. وصافي غناخذ المول ديالنا غندهنوه بالزبده. هي زبده عندنا ماشي ضروري. غادي نضيفوا عليها 1 معلقه ديال الطحين، ندوروها في المول مزيان. من بعد ما جبدناها دهنوها بالكوك اولا بالعسل، اولا عفوا دهنوها بالكونفيتير اولا بالعسل على حسب الاختيار. المهم باش هذه غير كنزيدوها وصافي. ما هي حتى هكاك راه تسكال، حيت درنا غير كيكه اقتصاديه.
كان عندي واحد شويه ديال اللوز مهرمش كان بقالي من واحد الحلوه، غادي نضيفو ليها هنايا. ماشي زعما ضروري انك ترمشي اللوز وديري. عندك شي حاجه اللي عندك كوك، هذاك فيرميسيل، شوكولا فيرميسيل، اي حاجه لوحيها ولا غير دهنيها تقدري تحطيها غير هكاك انت وليداتك. صافي هنايا غادي نقطعها وغادي ندير بها الكوتي مع واحد الكويس العصير. ونتمنى تعجبكم هاد الكيكه هذه البسيطه. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.